بس بعد كده أصبحت فرعون رسمي. ومضتنا النهاردة عن واحدة من أعظم الستات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، الملكة حتشبسوت، اللي مش بس ملكة، دي فرعون مصر اللي كسرت كل القواعد. الست اللي حكمت مصر بعد وفاة جوزها تحتمس الثاني، وكانت في البداية وصية على ابنه تحتمس الثالث لأنه كان صغير جدا، بس بعد كده أصبحت فرعون رسمي مش وصية أو زوجة ملك. حتشبسوت حكمت مصر لأكثر من 20 سنة، أمرت ببناء معبد الدير البحري، تحفة معمارية وفريدة من نوعها ومن أهم المعابد الجنائزية في مصر. في عهدها مصر كانت في أمن وازدهار ورخاء اقتصادي، فتحت التجارة وجابت بخور وأشجار عطرية اتزرعت في طيبة. الغريب إن كتير من آثارها دي اتعرضت للتدمير في ظروف غامضة، وده خلى بعض المؤرخين اعتقدوا إن الملك تحتمس الثالث لما كبر هو اللي أمر بإزالتها، لأنه حس إنها أخذت المجد كله. حتشبسوت كانت ست ب100 راجل، حكمت، بنت، وخلدت اسمها رغم اللي حاولوا يمحوه. الست المصرية. ودي كانت ومضة بتحكي جزء من الحكاية.